النجاح مش حلم بعيد. النجاح رحلة بتبدأ بخطوة صغيرة، بس أهم خطوة فيها إنك ما تقفش أبدا. لو وقعت قوم، لو فشلت جرب تاني، ولو الناس استهزأت بيك خليك عارف دايما إن النجاح مش للضعفاء، النجاح للي بيفضل واقف مهما الدنيا دفعته ووقعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. كلنا عندنا أحلام، لكن الفرق ما بين واحد نجح وواحد استسلم إن اللي بينجح ما سمحش للعقبات إنها توقفه. الفلوس ممكن تكون قليلة، الظروف صعبة، الناس بتحبطك، بس كل دي أعذار. اللي عايز ينجح بجد بيخلق فرص من قلب المستحيل. سألوا بيل جيتس ايه أكبر سبب لنجاحك؟ قال لهم إني ما ضيعتش الفرص. الفرصة بتيجي مرة واحدة، لو فوتها خلاص راحت. ده لما سألوا بيل جيتس، وما أدراك ما بيل جيتس، انتوا عارفينه. النجاح مش ضربة حظ، النجاح استمرارية. مش مهم تبدأ ازاي، المهم تكمل ازاي. النجاح لازم يبقى فيه إصرار وإرادة وعزيمة وتحدي وأمل. النجاح مش بالساهل. اللي عايز يحقق النجاح لازم يتعب ويشتغل. شوفوا أكبر الرياضيين ولا الفنانين ولا العلماء، كلهم بدأوا من نقطة صغيرة، ما بدأوش كبار. اللي خلاهم أساطير مش البداية، الاستمرارية هي اللي خلتهم وصلوا للمكانة اللي هم فيها. الإصرار والإيمان بنفسهم، واثقين في نفسهم. افتكر دايما إن النجاح مش صدفة، النجاح اختيار. كل يوم تختار لنفسك، استسلم ولا اكمل، اضيع وقتي ولا استثمره، استنى المعجزات ولا اصنعها بنفسي. انت المسؤول عن نجاحك، انت الوحيد اللي في ايدك انك تقدر تحقق حلمك ونجاحك. قوم اشتغل، استمر وفكر، ودايما افتكر ان النجاح ما بيحبش الكسلان، النجاح بيحب المقاتلين. لازم تبقى مقاتل، لازم يبقى عندك إرادة وطموح وعندك شعلة من النشاط والحماس. اللي حققوا النجاح زي ما قلت قبل كده في فيديوهات كتير، لا مش أذكى منكم ولا أشطر منكم، ولا تقولوا إن هم عندهم إمكانيات. أما بدأوا من نقطة صغيرة، بدأوا بداية صغيرة، بس بدأوا وقرروا إن هم يبتدوا. واللي هم فيه ده مش سببه البداية، سببه الاستمرارية، التحدي، الإرادة، العزيمة. خلي عندكم دايما إرادة وعزيمة، خلي عندكم دايما الطموح. ليه تخلوا حد يبعدكم عن طموحكم؟ وأقوى عدو ليكم النفس، نفسكم انتوا. اوعوا تجيبوا أعذار، اوعوا تقولوا الناس بتقول وتعيد، اوعوا تقولوا الظروف. دي أعذار انتوا اختلقتوها وأوهمتوا نفسكم بيها. انتوا اللي بتجلبوا الطاقة السلبية ليكم. خلوا دايما النجاح قدام عينيكم، دايما بصوا للنجاح. اكتبوا ورقة وعلقوها أول ما تصحوا من النوم، لازم تبقى عينيكوا عليها. لازم أحقق حلمي. اللي حققوا أحلامهم مش أحسن مني. يا ريت تعملوا ده. دايما عارف إن في أبواب في حياتك هتفضل مقفولة، مش عشان مستحيل فتحها، لكن عشان محتاجة قوة أكبر منك. القوة دي مش بتيجي من أول محاولة ولا من أول مرة. القوة دي بتيجي في كل مرة بتقع فيها، أو في كل مرة وقعت فيها، وكل مرة قومت نفسك فيها. القوة دي جواك، مش جوه حد تاني. ما تستناش من حد، لأنها جواك. دور عليها وقومها. القوة دي اللي هتفتح لك البيبان دي. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها فشل. وزي ما قلنا الفشل بداية النجاح، وكتر الأخطاء وكتر المحاولات بتديك الخبرة وبتديك العزيمة والإرادة إنك تكمل.
خلي دايما عندك الإرادة والعزيمة والإصرار، واللحظة اللي هتفتح فيها الباب بتاعك، باب النجاح، باب الحلم، هتعرف ان كل تعبك ده كان هو المفتاح الحقيقي انك تفتح الباب ده. اوعى تضعف، اوعى تقف، يمكن محاولتك الجاية تكون هي اللي هتفتح كل ابواب حياتك. قوم افتح ابواب حياتك بايدك مش بايد حد تاني. اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى دعمكم واللايك والشير وتعليق حلو عشان اقدر اكمل. سلام.